شيار: وهل حددت موعدا معها؟ جوان: غدا. شيار: جميل، لكن يا صديقي قلقت عليك. سألت سامي وجنجيز عنك، قالا إنهما لم يرياك، لكني تفاجأت حين سألت هيفين عنك وعن غيابك، إذ رأيتها وكأنما أصابتها صدمة. جوان: لماذا؟ شيار: اسمع ما جرى بيننا. شيار: هل رأيت جوان؟ هيفين: جوان: أين هو؟ أين ذهب؟ هل حدث له مكروه؟ شيار: لا، ولكنه تأخر عن البيت. هيفين: دعنا نبحث عنه. شيار: لا تخافي، سيعود. هيفين: وهل يتأخر كذلك عادة؟ شيار: لا. هيفين: إذن دعني آتي معك للبحث عنه. شيار: لا داعي لأن تأتي، أنا متأكد أنه ما من مكروه حدث له. هيفين: بمجرد أن يأتي يجب أن تطمئنني عنه. هذا ما حدث بيننا، وأنا متأكد من أنها تحبك. عيناها قالتا ذلك، وكذلك خوفها عليك. جوان: تحبني؟ كيف؟ ولا حديث في لقاءاتنا إلا المحاضرات والجامعة. شيار: وكيف أحببت هيلين من النظرة الأولى؟ هل نسيت؟ جوان: هيلين أنستني شتاء قلبي وخريفه، فلم أعد أرى إلا الربيع. فإن كانت هيلين وكل الطالبات يحبونني، فأنا لن أرى ولن أسمع إلا صوت ذلك النبع الذي انفجر في داخلي، لتزدهر كل الورود التي ذبلت في قلبي. إنها ربيع يا شيار، ولن أعيش ربيعا آخر. اهدأ يا شوق، فغدا يكون اللقاء، وغدا سنجلس وسيكون صوتها أنغاما تملأ أذني وتسقي روحي الظمأ منذ سنين. اهدأ يا شوق، فجسدي لا يتحمل إصرارك. دعني أنم ليمضي الوقت مسرعا، ويأتي النهار فلي معه موعد جميل. هكذا خاطب جوان نفسه وهو على سريره، ثم غفى مبتسما. لم يكن ليصدق كيف يجيب بسرعة على الأسئلة، فله مع الحبيب موعد، لا كأي موعد. ومن غير أن يراجع ورقته حملها وسلمها للمراقب، وخرج مسرعا باتجاه مكتبة الكلية الواقعة على الجانب الأيمن من مدخل كلية الحقوق. صعد الدرج بسرعة، يريد أن يراها جالسة تنتظره، لا بل يريد أن ينتظرها، فتأتي حاملة معها عبق المجيء. جلس كالتمثال على الكرسي، مثبتا نظره على باب المكتبة كي يراها وهي تدخل. طال انتظاره، مجيء المطر، فبمجيئها سيعشب صدره بالأمل الذي طالما انتظر، وما كان ليصدق أن قلبه سيعشب من جديد. إنها المصادفات تضع في طريقنا أناسا يصبحون أقدارا لنا. من الارتباك سقط الكرسي الذي كان يجلس عليه لحظة قيامه، فقد أقبلت كالغزال البري بثقة تمشي وبرصانة قلما رآها لدى غيرها من البنات، كأنها تقيس خطواتها. واليوم تلبس حقول البن في البرازيل، البني يليق بها، والأزرق وبقية الألوان. التفت الطلاب العاكفون على كتبهم نحو الصوت الذي صدر عن سقوط الكرسي. لم يحس جوان بالخجل، كونه لم يحس على التفاتتهم، وهو محدق النظر باتجاه النور المقبل نحوه. أحست بارتباكه وسقوط الكرسي، فسلمت عليه وجلسا وجها لوجه. هيلين: يبدو أنك خجول جدا يا جوان. يا الله، لم يحب اسمه كما أحبه الآن بعد أن خرج من بين الكرزتين،
فهي تنطق باسمه برقة لا متناهية. جوان: لا، ولكن ضرب رجلي بالكرسي فوقع. هيلين: ليست مشكلة، دعنا نبدأ. ارتجفت الأوراق بين يديه، أم إن يديه ترتجفان؟ كلاهما سواء ما دام قلبه لا يهدأ داخل أضلاعه. أما ركبتاه فأصلا كلما أقبلت فهما ترقصان. كلامها وشرحها للمحاضرة هدأ من ارتباكه، وأصبح يناقشها ويتجاوب معها. أحست هيلين بذكاء جوان وببراءة وجهه، ولكنه يحدق كثيرا في عينيها، وهي اعتبرته خجولا بداية، بل إن نظراته إليها أخجلتها وأربكتها. وبعد أن أنهت شرح المحاضرة استأذنت منه: جوان، أين طريقك؟ هيلين: إلى المدينة الجامعية. جوان: وهو طريقي، سنذهب سوية. استغربت طلبه، فهي لا تحب مرافقة الشباب، وخاصة أنها تذهب من البرامكة إلى المزة مشيا حيث المدينة الجامعية. هيلين: ولكنني أذهب سيرا على الأقدام. جوان: وأنا أيضا دائما أفعل ذلك، فأنا أستمتع بالمشي. كانت كذبة بيضاء، ولكن الكذب في سبيل مرافقة الحبيب لا يعد كذبا. أما هيلين فلا تعرف لماذا كسرت القاعدة ومشت معه، لكنها ارتاحت له. مضى نحو 5 دقائق وهما يمشيان صامتين. هيلين: لماذا لا تتكلم؟ جوان: ألا تتعرضين لمضايقات وأنت تذهبين مشيا كل يوم؟ هيلين: لا يخلو الأمر، لكني لا أهتم لمثل هذه الأمور الصغيرة. جوان: بل هي أمور تافهة، وشباب تافهون. إن أردت سآتي معك، ففي كل يوم في تمام الساعة 9:30 أنطلق من المدينة الجامعية إلى البرامكة. هيلين: لا شكرا. ساد الصمت من جديد إلى أن وصلا عند باب الوحدة التي تسكن فيها هيلين. شكرته، فقام هو بشكرها لأجل المحاضرة وودعها. جوان لا يسكن المدينة الجامعية، بل هو وشيار يسكنان في حي ركن الدين الدمشقي، وهذه كذبة بيضاء أخرى. وغدا في 9:30 صباحا سيكون مزروعا أمام باب المدينة الجامعية، ربما يصادفها ويمشي معها مظهرا براعته في الكلام، فتقبل مرافقته إلى الكلية يوميا. هي تشكرني، بل أنا الذي أشكر الله لأني التقيت بها، وأشكرها لأنها منحتني شرف السير معها. هكذا كان جوان يقول لنفسه وهو في الباص متجها إلى حيه الدمشقي. كان شيار ينتظره لأن صاحب البيت أزعجه اليوم. جوان: مرحبا يا أصدق صديق. شيار: أهلا جوان، يبدو أن اللقاء كان ناجحا. جوان: أكثر من ناجح وأكثر من رائع. شيار: إذا اسمع هذا الخبر كي تخفف من سعادتك قليلا. جاء صاحب البيت طالبا أجرة الغرفة، وأنا أنتظر أن يحول لي أبي النقود بداية الشهر، لأنني اتصلت به وقال الآن لا أستطيع. اقترض من خالتك حتى أدبر لك مبلغا. يطلق شيار ضحكة عرف جوان أنها ضحكة قهر. شيار: لا أعرف أمثالنا لماذا يدرسون، بل الأصح لماذا يعيشون. جوان: كي نصنع من رحم المأساة أملا، ولكن لماذا يريد الإجرة وقد بقي 7 أيام لنهاية الشهر؟ شيار: صحيح، يقول إنه بحاجة إلى النقود الآن. جوان: سأذهب إلى حرستا إذن، ربما يكون أخي قد أخذ راتبه، وبعد العطلة سنستأجر غرفة أخرى. يبدو أن صاحب البيت يخشى أن نذهب ولا ندفع له الأجرة. شيار:
وأنا سأقترض من خالتي حتى يرسل أبي المال. دعنا نذهب يا عاشق، أنا إلى المزة وأنت إلى حرستا. كان المشغل عبارة عن قبو لبناية تفوح منه رائحة الرطوبة. لاحظ جوان التعب على أخيه فسأله ما به. أحمد: التهاب حبال صوتية، وقد ذهبت للطبيب فكتب لي الدواء ولم أشتره بعد. جوان: لماذا؟ أحمد: لأنني لم أستلم راتبي بعد. جوان: أنا سأعطيك ثمن الدواء، ولكن يجب أن ترتاح لأن هذه الرطوبة ستؤثر عليك أكثر. أحمد: ومن سيؤمن مصروف دراستك وأجرة الغرفة ومصروفي؟ فقد أصبحت أعمل دواما إضافيا لأنني لا أنسى بأنك لا تستطيع شراء ثياب لك، وأنت طالب يجب ألا تكون أقل من رفاقك. جوان: يفرجها ربك. أتيت إليك من أجل أجرة الغرفة، فماذا سنفعل؟ أحمد: انتظر، جاءت حجتي على قدميها، كان يجب أن أقبض البارحة. اجلس هنا، سأذهب لصاحب المشغل، ربما آخذ منه شيئا. ذهب أحمد بينما تملك الحزن جوان. ما هذه الحياة؟ كل راتبه 5000 ليرة سورية، يسلمني إياها فأعطيه 1000 ليرة مصروفه الشخصي، والباقي يجب أن يسد أجرة البيت، نفقات الطعام والمواصلات وتصوير المحاضرات. وهو في هذا الشهر لم ينم في الغرفة سوى أسبوع واحد، فقد أصبح ينام في المشغل. وأخي الكبير يدرس في المعهد ودوامه إلزامي والمواسم جافة. وأبي بعد خروجه من السجن لم يعد قادرا على العمل، فقد أصبح يعاني ارتفاع الضغط. وأخوتي الآخرين طلاب في المدرسة، فمتى تفرج يا الله؟ تعبنا ونال اليأس منا. هي جوان، ما بك؟ لا تسمعني. جوان: كنت أفكر بوضعنا. أحمد: هذا هو المكتوب، المهم خذ. فقد أخذت منه بحجة أنك تدفع رسوم الجامعة. يطلق جوان ضحكة ربما هي ضحكة قهر. وهل هذا وقت الرسوم؟ أحمد: وما أدراه بهكذا أمور، المهم أخذت منه. جوان: لا تنسى أن تشتري الدواء، وتعال يوم الخميس إلى الغرفة، لا تنم هذه الجمعة في المشغل. أحمد: تمام أخي. وفي الطريق بين حرستا ودمشق تأمل جوان وجوه الناس، لم يرى وجها مبتسما، كلها عابسة باستثناء عامل بيده سندويشة يضحك على الرصيف القريب من كراجات العباسين. ربما سمع نكتة من صاحبه الذي بجانبه. الضحك لا يعبر عن الفرح دائما. ثم كيف يفرح العامل المتعب بين بحر من الوجوه العابسة؟ في اليوم التالي في الساعة 7 صباحا رن منبه الساعة. نهض جوان، لم يزعجه صوته كما في الصباحات السابقة، بل استنفر لتحضير الفطور وتجهيز نفسه. استيقظ الشيار أيضا، سأل زميله: ما بك؟ نشيط على غير عادتك. جوان: سأذهب إلى المدينة الجامعية، ربما ألتقي بها.